ب2007 انا كنت صباغ. فمن شغلي كنت معيش عائلتي وعائلة اخوي متوفي كان، ومرته عايشة ويانا بالبيت. فمن شغلي اصبغ حياطين، انا معيش امي ومعيش مرت اخوي. فانا وياي عاملين، واحد فاهي مطي، واحد شاغول سبع. المهم فاحنا نطلع يعني نشتغل جوا البرج، جوا الدرج، ابراجه، هاي السوالف. بس نصبغ، نعرف نصبغ. بيوم من الايام رجعنا نتمشى، استونا خلصنا شغل رجعنا نتمشى، دنيا مغرب، طبقت علينا سيارة مال الدولة بيها جنود. هاي ب2007 بالهوسة. طبقت علينا السيارة بيها جنود، وقال لي انت الصباغ الفلاني. صدمت، قلت له لا. باوع علي، قال لي السايق روح، مو هو. فانا صدمت، شنو دورية تطبق علي؟ وانا صدق انا اسم، هو كان اسمه حسن، وانا صدق اسمه حسن. زين هذول مين يعرفون ايش عندهم جاييني؟ معقول انا مسوي شيء ذا بين تهمه براسي دولة؟ المهم فخفت، رحت لاهلي لامي ما سولفت لها، يعني امي تعرفون الامهات تخاف وتسوي هوسه. المهم سبحت وكملت، نمت الساعة ب8 بالليل. فمن نمت ما احس الا الباب مال الغرفة اندق علي حيل اندق علي الباب. ففتحت الباب لقيتها امي، انا استوني قاعد منه مغوش. قلت لها هاي امه خير شكو؟ قالت اكو دورية طابقة بالباب يردونك، انت شو مسوي لك شي وجاي نايم؟ قلت لها يمه شو مسوي؟ خير ماكو شي. بدلت ملابسي شلون ما كان هيك وطلعت لهم، يا السلام عليكم. واحد نزل الجامة قال لي انت شلون تقول لي انا مو حسن؟ وقلت لك انت الصباغ حسن؟ قلت له تفضل شو تريد، انا كل شي ما مسوي، ترى شكو تفترون علي؟ انتم عصابة لو شنو؟ طلعوا لي باجاتهم بالدولة. قلت لهم قولوا ايش تردون؟ قالوا ترى احنا ما جاي نأذينا، يعني ما جاي نأذيك. قلت لهم اي قولوا تفضلوا ايش تردون؟ قالوا احنا جايين عندنا مكان نريدك الصبغة. انا صفنت، قلت لهم هاي الهوسة كلها على مود مكان صبغة؟ يعني تجوني بهيجي طريقة؟ يجيني واحد يتفق وياي. قلت لهم يلا نتفق على الوقت وسهلة خير ان شاء الله. قال وقت شنو؟ هسه تروح وياي. قلت له شنو هسه اروح؟ قال تستوني جاي ترى تعبانة. قال هسه تروح ويانا. قلت له ليش؟ قال لين كذبت علينا ونريد وياك 10 عمال. قلت له يابا انا منين ل10 عمال؟ هم اثنين، واحد زماله وواحد شوية بي مجال. قال الزمال ما نريده نجيب لنا هذا واحنا راح نجيب 10 عمال. قلت له يابا تعبان والله عفوها باكر وانا اجيكم. قال يقول ضحك وين تجينا؟ اصعد. قلت له عم ما اصعد هسه ما اروح. يقول شتفون وصعد، شتفون وصعدون. انا افترت الدنيا بي. قالوا لي دلينا ببيت هذا صاحبك، وديتهم على بيت. يقول هم جروا صاحبي وصعدوا قوة. قلت لهم متأكدين انتم جاي يعني ماخذيننا بهيج طريقة على مود نصبغ لكم؟ واحد التفت علي قال لي والله العظيم ترى جاي تصبغ بس انت تلح. صعدونا. ظليت احكي وياهم يابا. قلت لهم بس يعني بس اريد افتهم، يعني انت تقول ما جاي نأذيكم، انتم وين ماخذيننا؟ يعني صارنا نمشي بالسيارة نص ساعة نمشي بالسيارة، وين مودينا انتم؟ هم ساكتين ما يحجون. ابغى على صاحبي هذا، صاحبه اسمه هيثم. قلت له هيثم شنو القصة هسه؟
هيثم يباوع علي دمع. هيثم صغير. قال لي انت شلون تدليهم ببيتنا؟ انت مسوي جريمة، ليش تجيبني وياك؟ قلت له يا جريمة ابن النعال، يا جريمة ترى هذول ماخذيننا حتى نصبغ. قال هاي كلها على مود نصبغ؟ ترى معتقلين. ترى معتقلين. المهم فاحنا نسولف. واحد صمت هيثم براشدي من يمهم، قال له اسكت، ايش قاعد فرط انت؟ دوختونا. انا خفت. خريورتي والله خفت. شدوا عيوننا وشدوا ايدينا. دنيت راسي يم هيثم، قلت له ايش احسن لك؟ خريورتي. صبت واقف راشدي لا صاير ولا داير. فانا نعسان تعبان والله. السيارة مشت هواي، مشت ساعة السيارة. قلت له هيثم السيارة صارها ساعة تمشي، وين مودينا ذول؟ والطريق ما نحس بيه مبلط، يعني طابين بينا بصحراء ما ادري وين. هيثم باع عليه، قال لي هاي نهايتنا هنا، شو نسوي هذا هو بعد؟ الله اعلم وين مودينا ذول، لا صبغ ولا تيوس. والله شوية وطبقت السيارة، فتحوا عيوننا باوعنا. كان اظلم. وباب دفعوني بالباب، ودفعوا هيثم الزمال وياي، ودفعوا 10 ورانا بسيارة جايبينهم. طاحت العالم يمي وانا ترى شنو هسه؟ طبوا 2 من يومهم. هم شنو جندل هيك مختارين مستنقينهم استنقاه. قال لي كلمة ثانية اصمتك براشدي الا اخليك تفل سميري. خل افهمكم ولا حد يلبق علينا ولا حد يحكي. قلت له بخدمتك، شو اسوي؟ لا بخدمتك. المهم اجا دول اللي ويانا اكو بيهم صغار ورجعونا لهنا، ايش تسوون؟ لا تقتلونا بعدنا شباب. قال له عمه ما نكتلك، هي وجه ما نكتلك، جايين تصبغون ذني. طببونا شلون المنهولة وكنا سجن سري، يعني السجن جوا القاع سري. طببونا بشوية شلون المنهولة وبيها ممرات. قال لي هاي كلها تصبغونها وانت المدير الفني عليهم. قلت لاني؟ قال انت خريورتي المدير الفني، لان انت صباغ احنا نعرفك، هذول زمايل. باوعت على الممرات. قلت له هذا يطول، يعني لازم نرجع للبيت. قال ما حد يرجع للبيت، اسبوع تطولون بي تظلون هنا اسبوع بالمجاري، اسبوعين تظلون اسبوعين هنا. قلت له اسبوعين نظل بهذا المكان؟ قال شهر بس انصحكم تخلصونه بسرعة لا ندفنكم هنا. باوعت علي زين ذولا شو نسوي لهم ذولا؟ قلت له بخدمتك. باوعت على ذولا كلهم زعاطيط. قلت له ربحنا لا صبغناه بشهرين. باوعت عليهم كلهم خريه، ناس تبكي ناس مدمعه. التفت عليهم قلت لهم يابا اعطيتهم طاقه ايجابيه، قلت له يابا يا معودين خلينا نصبغه ونولي. شو هو جاي يحلف يقول بس تصبغون نطلعكم، بس انتم جاي تلحون وياه. قلت له عم هذا تنزل لنا المواد. يقول طقونا بصندوق مال مي، قاموا شرون صناديق مال مي واكيل وما ادري شنو من فوق، وجابون اكيل ومواد وصبغ. بدينا نشتغل، سوينا الصبغ وكملنا. نزل علينا واحد قال ما حد يشتغل اليوم. قلت له يا الله رجعونا راح ترجعون لامي؟ قال لا اليوم عندكم استراحه، باكر تبلشون شغل. المكان اللي حطونا بيه هذا اللي يشبه السجن ما بي ولا قطره ضوء، بس الكهرباء ما تطفى بيه، وحاصريننا كنا بغرفه واحده، كنا ننام بغرفه واحده، احنا 12 كنا ننام بغرفه واحده. حلو.
فقلت له وين ننام؟ قال كلكم بهاي الغرفة. ضوعت عليك قلت له وين الريحة؟ قال مشكلتك حبيبي، تريد تنام بالممر نام بس ما نصحك. انا من قل لي ما انصحك ليش ما نصحك؟ يعني هو مرة نام بياني. تقبلت الامر الواضع يعني كيف تأمرت تقبلت الوضع الخارق. تقبلت الامر الواقع. قلت له خلاص هذا هو. يعني اليوم ننام؟ قال نام. والله فرشنا ونمنا. قبل لا ننام قعدت خطبت عليهم، قلت لهم يا ولد السلام عليكم بعدكم شباب، هذول مو وجه واحد يعني يصيع عليهم لين ما بيها فايدة. هو جاي يقول لك لو تصبغ لو أدفنك هنا. هم محتاجين هذا المكان، والظاهر هذا المكان سجن سري يعني أو ممر سري يردون يغيرون بيه. المهم فقالوا هذا هو. قلت لهم أنا خلفه مع الصبغ ترى. قالوا شنو أقوى صبغ شو اشتغلت يعني ايش قد طولت بيه؟ قلت لهم والله البرج مال أم حسين، برج كامل بقيت بيه يومين، واجهية وصباح اثنين. قال هذا هو. نمنا. قلت لهم ناموا هسه وباكر انا اعلمكم الله كريم. والله نمنا. من نمت اسمع ناس تمشي بالممر طق 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 طق. بهوا على ذولا جماعتي احسبهم 12. قلت هذا من يمشي بالممر هسه بنص الليل؟ يقول احنا ما نعرف الصبح من الليل بس من الساعات. من الساعة مباوع على الساعة يعني ليل، مباوع على الساعة نهار. بالثنتين بالوحدة بالليل اكو ناس قاعد تمشي بالممر. انا صار عندي يعني هوس، قلت خل اطلع اشوف. بديت راسي بالممر ولا طير. تخيل وياي انت نايم بممر شلون المجاري هيك وبي زنزانات يعني سجون، ممر طويل وبي كهرباء، وهاي من هاي الكهرباء تسوي زز 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 وفارغ وتسمع ناس قاعد تمشي. مديت راسي ورجعت نمت. حطيت راسي على المخدة ظليت اوهوس. قلت هذا من قاعد يمشي؟ معقول اكو ناس فوقانا تمشي؟ قلت يلا ماكو شي. نمت. والله عدت هاي الليلة الخايسة عدت. قعدنا الصبح قعدتهم. اول ما قعدنا طلعنا من الغرفة نزل علينا واحد هو من دولة الجنود، ما نعرفهم وين يشتغلون. نزل علينا قال لي باوع انت شو اسمك؟ قلت له انا اسمي حسن. قال لي باوع حسن، قال انا راح اتعامل وياكم بكل لطف. قال راح اتعامل وياكم بكل لطف بس اريدكم تتعاملون وياي مثل ما اتعامل وياكم بلطف. اي واحد يحاول يشرد ترى ماكو شردة منه، يحاول يلعب له لعب اقطع البسطال على راسه. قلت له بخدمتك صدق كذا رئيس. ايش عندنا غيرك نحبل نجيب؟ التفتت علي مجلس خامس سخمني ماكو طلعه. قلت له ماكو ابد، خاف واحد خريوت مفكر يشرد ابد. المهم قال لي بلش شغل. قلت له عم تعال تلزم الرولة هيك وانت تلزم فلان وانت اخبط وانت سوي وانت جيب النفط وانت جيب البنزين وانت جيب شو اسمه. والله بدينا نضرب اساس ونصبغ نضرب اساس ونصبغ. مشينا والله شوية. المهم رحت للحمام انحصرت. قلت له هيثم بقى هذا الضلع بس اضرب لي يا اساس بس خل اروح ابول واجيك. هيثم ما رد علي بس اخذ من يمي الرولة. هيثم انه انا متعود على هيثم يحكي يعني يقول لي شلون وش قد جا درجة اضرب اساس مثلا يعني باي نوع من الصبغ. والله تمشيت للتواليت، التواليت يصير بنهاية الممر.
تمشيت واغني فيروز. طبيت التواليت، تواليت مالهم ببول وقفة، يعني بأماكن مال بول وقفة وبأماكن مال بول قاعدة. منيو هذا. وفي أماكن مال بول وانت واقف وانت طاير. المهم، فبالبول الوقفة السالفة بريحة هاي. هذولا يعني شفت شتف طالع، شتف مال واحد واقف جاي بول. ما علي شتف مال هيثم. هيثم اجى قدامي، انا شلون طيت الرولة؟ شلون اجى هيثم؟ المهم قلت له هيثم شنو جا مو طيتك الرولة؟ مدرسة علي هيثم يجي. قال لي يا رولة. قال لي ترى انا بيا سكر يعني. صار لا يعني قبلك جيت هنا. قلت له شنو؟ قال انا قبلك جيت للتواليت خريورتي يا رولة. هل من المنطقة؟ قلت له خاف مشتبه يمكن. زربت على روحي. انا من قد ما خفت انا ابو القعده بلت وقفه. درت وجهي ورجعت. درت وجهي ورجعت اباوي. هيثم ماكو. ف... فثقيت انه قلت هذا المكان بيشي، يعني هذا المكان مسكون. قلت لهم يا ولد السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لهم خلي يجي هيثم ارد لكم موضوع. قالوا احكي. قلت لهم هذا المكان مسكون ترى، خافوا تسمعون صوت واحد يمشي واحد يصيحكم ما لا ترحون. انصدموا. قالوا فوق ما حاطين لنا مجاري وجن اكو مسكون. قلت له ما يبعد شو نسوي حظنا. المهم رجع هيثم وكملنا شويه كم قاط من الصبغ. صارت الساعة بالستة المغرب، تعبنا شفناها بالستة طبينا. والله اول ما طبينا بعدنا ما نايمين سمعنا اكو عالم تمشي بالممر نفس الحالة. عالم تمشي بالممر. قلت لهم تسمعون احنا كم واحد 12 مين جاي يمشي بالممر؟ قلت لهم هذا المكان مسكون، لا حد يطلع بالليل ولا حد يسخم ولا حد يروح يبول. تريد تبول بول بفراشك، انا اتبرع اغسله فراشك. لا تطلع بالليل، لان انا اكتشفت انه بس بالليل قاعد تصير هاي الاشياء. اقتنعوا. واكو ثلاثة أربعة خافوا. احنا هم جايبيننا هنا وهمين اكو جني، وهسه احنا شلون بالله ما نريد فلوس ودونا لهنا. والله وللصبح يصرخون يبكون ويصيحون طلعونا منا طلعونا يا معودين. الساعة 8 الصبح هيثم باو علي قال له انا اشتغل لو نصيح مثلهم مثل الزعاطيط. قلت له هيثم ما علينا بيهم. قلت له خلينا نكمل الشغل دول زمايل، خلينا نكمل الشغل بسرعة ونولي لهنا. قلت له ذولا يمكن حاطين علينا كاميرات وخريورتي كلش يعني صدق يدفنوننا هنا. والله العظيم ذولا البقية عشرتهم قاموا يصيحون طلعونا منا وصارت هوسة. يقول بس انا وهيثم نشتغل. انفتح الباب. فتح الباب من فوق. نزلوا ثلاثة كل واحد دنقة باب. نزلوا ثلاثة لازمين دونكيات. كضوا العشرة موتوهم كسروهم تكسر. بس احنا ما ضربونا لين يعني شوفوا طلعت اكو كاميرات بالممر. دول انكتلوا. قلت له ها هيثم خريورتي شفت؟ قلت لك الكاميرا هسه كسروا ضلوعك. اصبر. المهم رجعنا نمنا. يوم صارت الدنيا مغرب هم صبغنا لنا شويه. الصبغ شو اسمه بالممر يراد له اسبوعين. فطبوا ذولا انكتلوا وطبوا. فقلت له هيثم ذولا من ورا هاي الكتله باكر راح يشتغلون شغل قوي ان شاء الله. يعني اكتشفوا انه اكو كاميرات ولازم دام تشتغل تنكتل صدق يدفنونك. قلت له يمك ريم. المهم خالي نزل علينا واحد هذا اللطيف ويانا.
زلعين جاب لنا هم اكيد وما ادري شنو. قال ليش تصيحون ثبرتونا ثبر. المهم حكيت وياه ما ادري شنو، راح طلع. رجعنا نمنا، قلت لهم يا ولد، قالوا احنا بعد ما نظل هنا خطيه ام دام والدنيا مشت عليهم. قالوا بعد ما نظل هنا، لازم ندور مكان نطلع منه. قلت لهم باعوا. قلت لهم بحجة نشتغل، بحجة قاعد نشاغة، بحجة قاعد نشاغة نشوت الرولة، نشوتها ونروح ندور بالحمام. نلعب مثلا، نلعب واحد يركض ورا الثاني وندور بالاماكن وين الكاميرات وين منين نطلع. هي انتم اغبياء. يجوز اكو مكان نشرد منه. ثاني يوم اجا ثاني يوم دورنا والله، سوينا نفسنا نشاقة وناس تصبغ وناس تشاقة ما ادري شنو. دورنا ماكو. ماكو مكان، بس نسمع عالم تحكي خارج شو اسمه. لقينا بس يعني باب بي هو بس الباب هذا اللي يطبوننا من يمه، بس هذا الباب. والباب هذا من طقه هيجي، هذا الحديد الخشن اللي تطقه ايدك تطلع صوت، مو هو يطلع صوت. يعني ماكو فايدة اذا طقيته وتصيح لحقولي، ماكو. زين شلون نطلع؟ قلت لهم ابد، شيل العبور ماكو. المهم ايسوا الولد رجعوا. انا هم رحت للتواليت شوية، هواية بول. رحت للتواليت كمل يا ليلي يا ليلي بالتواليت يا ليلي كملت. طلعت شفت هيثم واقف بالممر والممر كله ظلام، حاطين الاناره اللي من تمشي يلا تشتغل، من توصلها يلا تشتغل. ابا لك هيثم واقف داير وجهه ويرجف. قلت صاعد عده السكه. فرحت يمه، هيثم خريورتي ايش بيك؟ شرجيه طقتك؟ هيثم لزمته يرجف. درت وجهه، هيثم عيونه لي فوق، يباوع لي فوق يعني بس بياض. هيثم شنو السالفه يا معود؟ الو احكي معود. تخربط وانا احكي اتخربط. انا خفت، قلت خل اصيح الولد ونجي نشيله، بس انا خايف كذا ما اريد اشيله. والله رحت ركض، وصلت للباب مو جاي افتح الباب، درت وجهي ماكو شي بالممر. فتحت الباب هيثم نايم. هلو شي نايم؟ وحيد طبيت الغرفة لقيت هيثم نايم. ايش رجعت فتحت الباب، هن مو ممرات، ومنها سجن ومنها سجن. من مديت راسي جباع بالممر، وين مدت راسي مدوا روسهم 3 منا من هذا الممر و3 من هذا الممر. مدوا روسهم على هيك من السجون. ناس ما اقدر اوصف شكلهم، ما اقدر اوصف شكلهم. انا ذيك اللحظة تخربطت، قعدت لقيت روحي نايم بصف هيثم. زين انا منو شاني؟ هل هذا هو حلم؟ بس مستحيل حلم. انا منو شانه نوم نيم هيثم من انضربت، من طحت خشمي طاق دم، باوعت يعني خشمي بدم. شلون السالفة؟ قاعد تتطور الامور. المهم مشت هاي الليلة، نمت. من نمت وقعدنا الصبح هم بدينا نشتغل. قلت لهم نفس الطريقة نتخذها، ندور مكان على اساس احنا نشتغل. والله اول ما قعدنا الصبح هم رحت للتواليت، قلت لهم حضروا الغراض بس خل ابول وارجع لكم. اول ما طبيت للتواليت لقيت هيثم مشلب بسلك
مشلب بواير مال كهرباء وجواه مي قاطعه بيده وحاطه بحلقه وناتر روحه، وصاير فحم. يعني خلص بعد مسلمها هيثم. قلت له ويلي عليك جيسوس يما هيثم. مسلمها تخبلت، هذا شلون يجوا. رحت ركض، صحت الولد صرخ، يعني صحت صياح بحيث هم البرا سمعوني، مو الجماعة، فجو جماعة يركضون، فما نقدر نطب الهيثم جوا. فطلعنا برا، قلت لهم لا حد يوصل للمي، يعني المي وكهرباء حبيبي سلم لي، فحم تسويك. فمن طلعنا احنا ملتمين بالباب، ما نقدر نطب لان كهرباء. فوقفنا بالباب، من طلعنا بالباب من كل سجن طلعوا هم ذولا الثلاثة، من كل سجن طلعوا لنا ثلاثة، ومن البوابة طلعوا علينا ثلاثة. يعني شلون قاموا يطلعون من الحائط؟ مني وين كانوا ذول؟ طلعوا لنا ناس بس مو بشر، يعني طوله 4 يمكن 3 مترات او اكثر، ذانات اطوال، يعني مو بشر، مو انس. احنا خفنا، لا نقدر نطب للتواليت، لا نقدر نركض لغرفتنا لان هم صاروا قدامنا. فصار يعني صار عندنا فلاش بانج، يعني الدنيا صارت بيضة بوجوهنا. فالدنيا صارت هيك فلاش بانك، صارت ظلمة بعيوننا، وشلون ضربنا دخانية وصوتية، فنسمعهم يحجون فوق روسنا، يقول يحجون كلام لا هو عربي لا هو مدري شنو. المهم وهم لازمين دونكيات، وكضونا كتلة ومن يمنا 4 حلال. ولا انا اسمع واباوع، شايف هذا البين القاعد والمتكسر يجي يباوع على هذا ميت خلاص يعني. اي فاني كلش ظليت بس اني، ذولاك تكسروا، يعني انا عندي حيل اركض اطلع، وشفت الباب مفتوح اللي واحد نزل من يمه، وانا ضايج على هيثم كل ما بي حيل، انا قلت بس اطلع اركض بعد ما يكضوني. خال واركض، انا صعدت الدرج وباوع على الشمس فوقاي، يعني صار الاسبوعين انا ما شايف الشمس. صعدت الدرج، الباب كان مفتوح شويه، وافتح لك الباب وطلع لي واحد بوجهي هيجي، هو من يمهم، قال لي علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك بسبب اهلك يجوز سايقين عليك او